عشان تعمل اد لبنت على الفيسبوك في مصر لازم يبقى في بينك وبينها قصة حب من تانية ابتدائي، غير كده عيب. عندها يعني اما تعمل بنت الاد كأنك طلبت ايدها، خلاص كده انت لبست يا معلم. ويا سلام بقى لو ايه، لو عملت اكسبت، تلاقي مثلا ايه بنت ولد عاملين لايك على نفس الكومنت عادي، يعني ممكن يكونوا معرفوش بعض اصلا وعملوا لايك على نفس الكومنت، يخش هو بقى يكلمها. على فكرة انا حاسس ان احنا في بينا حاجات مشتركة كتير قوي. هي تقول له انا حبيتك، انا بجد حبيتك وما اقدرش اعيش من غيرك. ده حب ايه ده؟ ده حب من اول كومنت يعني ولا ايه؟ مش فاهم. تمام. الصور السيلفي، الصور السيلفي تطورنا، بقينا بدل ما بنخش جوه الكاميرا، لا البنات بقى بتصور صورة لذيذة قوي، تلاقيها يعني بص كده عاملة كده. اولا ده مش دارك فيس، دي زلومة، يعني اللي انت بتعملها دي زلومة مش دارك فيس خالص. ثانيا النور اللي بيطلع من عينك ده مش لانسز او مش لينسز، ده انت اكيد مركبة زينة. لا بجد والله اكيد مركبة زينة. اخر حاجة اما حد يخش يكلمني بالعربي على عيني وراسي، بس ما تضحكش بالعربي، ما صدقني بتضايقني. يعني ايه واحد يخش يقول لي ها، ايه انت ايه واكل نعناع ولا ايه؟ ما مش ضحك ده خالص. تاني حاجة الناس اللي بتستفزني جدا الناس اللي بتنادي عليا، يعني انت بتنادي عليا بتقول لي احمد في الشات، طيب ماشي انا ما ردتش اكيد بعمل حاجة. ما تتفزلكش بقى وخيالك المريض يوهم لك ان انت لو كترت عدد حروف هسمعك. يعني يقول لي احمد اي دي، ما انا ما سمعتكش برضو يا غبي، يا غبي ما انت بتكتب، انت بتكتب مش بتنادي. يا ربي الواحد مش هيعيش في البلد دي والله، هنتعب كده هنتعب. سلام.